فكرت قبل كده ليه في ناس عباقرة وعندهم شهادات من أكبر جامعات العالم بس حياتهم الشخصية والمهنية مدمرة؟ وليه في المقابل في ناس قدراتهم الذهنية عادية بس عندهم قبول وقدرة رهيبة على إدارة الأزمات والنجاح في العلاقات؟ السر يا ريس مش في الاي كيو أو حاصل الذكاء الذهني، السر في الاي كيو أو الذكاء العاطفي. احنا اتبرمجنا إن المشاعر دي ضعف وإن العقل هو القوة، بس الحقيقة إن مشاعرك هي اللي سايقة المركب وعقلك مجرد خريطة بيحاول يبرر المركب رايحة فين. الوعي الحقيقي هو إنك تدرك إنك لو معرفتش تفهم مشاعرك وتديرها هتفضل طول عمرك عبد لردود أفعالك، وأي حد يقدر يضغط على زرايرك هيحركك زي العروسة. النهاردة هنفتح ملف الذكاء العاطفي، هنعرف إزاي نفك شفرة الانفعالات اللي جوانا وإزاي تسترد ريموت مشاعرك عشان مفيش موقف ولا شخص يقدر يكسر ثباتك الانفعالي. ركز معايا جدا لأن النهاردة هنتعلم إزاي نخلي القلب والعقل يمشوا في طريق واحد. المشكلة يا ريس إننا بنتعامل مع مشاعرنا كأنها عدو محتاجين نكتمه. الوعي هو إنك تتعامل مع مشاعرك كأنها لوحة عدادات في عربية، لو في لمبة حمراء نورت ما بنكسرش اللمبة، بنشوف الموتور فيه إيه. النهاردة هنبطل نهرب من نفسنا وهنتعلم إزاي نقعد مع مشاعرنا وجها لوجه ونفهم الرسائل اللي عايزة تقولها لنا، لأن الذكاء العاطفي هو المحرك الحقيقي للنجاح والسعادة والوعي بلا قيود. عارف إيه اللي بيحصل لما حد يستفزك وتلاقي نفسك انفجرت فيه وبعدها ندمت؟ ده اسمه الاختطاف العاطفي. الأميجدالا أو لوزة المخ هي مركز المشاعر البدائية ووظيفتها تحميك من الخطر. لما بتحس بتهديد حتى لو كلمة جارحة هي بتخطف السيطرة من الفص الجبهي اللي هو مركز التفكير المنطقي، وبتاخد هي القرار. انت في اللحظة دي بتبقى مخ من غير عقل. الوعي انك تدرك الفجوة الزمنية دي. الذكاء العاطفي بيبدأ لما تتعلم ازاي تفرمل الاختطاف ده قبل ما يحصل. انت مش مسؤول عن شرارة الشعور، بس انت مسؤول تماما عن الحريقة اللي هتعملها بعد كده. الذكاء العاطفي بيتكون من 5 أركان أساسية، وأولهم هو الوعي بالذات، إنك تكون عارف أنت حاسس بإيه دلوقتي وليه. أغلبنا لما بيتسأل أنت حاسس بإيه بيقول مخنوق، بس مخنوق دي مش شعور، دي ستارة مخبية وراها مشاعر حقيقية زي مظلوم، خايف، مرفوض أو مهان. الوعي الذاتي هو إنك تمتلك قاموس مشاعر غني. لما بتسمي الشعور باسمه الحقيقي قوته عليك بتقل للنص فورا. عقلك المنطقي بيبدأ يستوعبه ويحلله بدل ما يسيبه يهجم عليك. الشخص اللي ما عندوش ذكاء عاطفي هو شخص شفاف قدام انفعالاته، أي ريح بتهزه وأي كلمة بتكسره. تاني ركن معانا هو التنظيم الذاتي، وده مش معناه إنك ما تغضبش، معناه إنك تختار إزاي تعبر عن غضبك. الشخص الذكي عاطفيا ما بيكونش ضعيف لدرجة إنه يسكت على حقه، ولا قنبلة بتحرق اللي حواليها بانفجاره العصبية المبالغ فيها والزايدة عن اللزوم. هو شخص بيمتلك المرونة إنه يهدي نفسه قبل ما ياخد فعل. الوعي هو إنك تفهم إن المشاعر هي مجرد ضيوف بتدخل وتقعد شوية وتمشي، وما ينفعش تهدم البيت كله عشان ضيف غلس دخل وقعد ساعة. التنظيم الذاتي هو اللي بيخليك سيد قرارك وما بيخليش البيئة اللي حواليك هي اللي ترسم ملامح وشك وتحدد نبضات قلبك. الذكاء العاطفي مش بس جواك، ده كمان بينك وبين الناس. والركن الثالث هو التعاطف، empathy، وده مش معناه إنك تشفق على الناس، إنما معناه إنك تشوف العالم بعيونهم. لما بتفهم الدوافع النفسية اللي ورا تصرفات الناس الغلسين ما بتتحمقش ولا بتتضايق منهم قوي. بتبقى عارف إن الشخص اللي بيزعق ده غالبا خايف أو حاسس بتهديد أو في حاجة غلط عنده. الوعي هو إنك تقرأ ما بين السطور. التعاطف هو الجسر اللي بيخليك تكسب الناس وتدير الصراعات بذكاء. في القرن الواحد وعشرين اللي ما بيعرفش يتعامل مع بشر ما بيعرفش ينجح مهما كانت مهاراته التقنية. الركن الرابع هو المهارات الاجتماعية، ازاي تدير علاقاتك، ازاي تقنع، ازاي تلهم، وازاي تحط حدود، وده اتكلمنا فيه في حلقة ازاي تقول لا، وتقدر تشوف الحلقة من هنا. الشخص الذكي عاطفيا هو مايسترو في التعاملات، بيعرف امتى يتكلم وامتى يسكت وامتى يهزر وامتى يكون جاد. الوعي الذاتي بيخليك تلاحظ اثرك على الناس، هل الناس بتبقى مرتاحة وهي معاك ولا بتبقى على اعصابها. الذكاء العاطفي هو اللي بيحولك من شخص منعزل او هجومي لشخص مغناطيس للفرص والناس الناجحة. انت بتبني رصيد عاطفي عند اللي حواليك بيخليك دايما في المقدمة. الركن الخامس والأخير هو التحفيز الذاتي. الشخص الذكي عاطفيا ما بيستناش تشجيع من حد، هو عنده محرك داخلي بيخليه يكمل حتى لو ما فيش نتائج فورية. بيعرف ازاي يشحن نفسه لما يحبط، وازاي يذكر نفسه بليه بدأ أصلا. الوعي هو انك تدرك ان المود بتاعك هو مسؤوليتك انت، مش مسؤولية الطقس ولا المدير ولا شريك الحياة. لما بتمتلك الذكاء العاطفي بتمتلك الصلابة اللي بتخليك تقف بعد كل وقعة أقوى من الأول.
ودلوقتي جه وقت الجد، إزاي نطبّق الكلام ده في حياتنا اليومية وإزاي نتحوّل من رَد الفعل للفعل الواعي. ركّز في الكلام الجاي لإننا هندخل في خطوات عملية لإعادة برمجة استجابتك العاطفية، وهنعرف إيه هي قاعدة ال6 ثواني اللي ممكن تنقذ مستقبلك من دمار لحظة غضب. الخطوات اللي بنتكلم عنها بتعتمد على تكتيكات دفاعية وهجومية هتخليك بريمو في التعامل مع نفسك ومع البشر، وأولهم القاعدة رقم 1، قاعدة ال6 ثواني الذهبية. لما يحصل موقف يستفزك عقلك بياخد بالظبط 6 ثواني عشان كيمياء الاختطاف العاطفي تهدى ويبدأ العقل المنطقي يشتغل. الوعي إنك تشتري الوقت ده. أول ما تحس إن دماغك ابتدى يغلي عد من 1 ل6، بجد عد من 1 ل6، أو روح اشرب كوباية مية أو غير وضعية جسمك. ال6 ثواني دول هم الفارق بين قرار قادر على تدمير مستقبلك وبين رد فعل ذكي يخليك تكبر في نظر نفسك والناس. الوعي هنا هو إنك تفرمل في الوقت الصح. رقم 2، تكنيك توسيع المسافة STOP. ده بروتوكول طوارئ للمواقف الصعبة. S معناها ستوب، وقف كل حاجة بتعملها فورا. التي تيك ا بريث، خد نفس عميق يوصل الأكسجين لمخك المنطقي. O observe، راقب انت حاسس بايه دلوقتي، جسمك مشدود فين. البي proceed، اتحرك دلوقتي بناء على قيمك مش بناء على وجعك. الوعي هو انك ما تكونش رد فعل للظروف، انما تكون فعل نابع من وعيك. رقم 3، قاموس المشاعر الدقيق. الذكاء العاطفي بيبدأ من اللغة، فبلاش تقول كلمة أنا متضايق، اسأل نفسك هل أنا حاسس بالظلم ولا بالغيرة ولا بالتقصير. لما بتحدد الشعور بدقة أنت كأنك نورت كشاف في أوضة ضلمة. الوحوش اللي كنت خايف منها بتبان على حقيقتها إنها مجرد أوهام. الوعي هو إنك ما تسمحش لمشاعرك إنها تكون كتلة ضبابية بتخنقك، إنما تكون خيوط واضحة تقدر تتعامل معاها واحد واحد. رقم 4، استراتيجية فصل الذات عن الشعور. أكبر غلطة بنقع فيها هي إننا بنقول أنا غضبان. لا يا ريس، أنت مش غضب، أنت إنسان عنده شعور بالغضب دلوقتي. الفرق ده جوهري، لأنك لما بتوحد نفسك مع الشعور بيبقى صعب تتخلص منه، لكن لما بتفصل نفسك عن الشعور بتبقى زي المراقب اللي واقف على الشط وشايف الموج بيعدي. الوعي هو إنك تفهم إن المشاعر دي حالة مش هوية، أنت أكبر بكتير من أي شعور بتمر بيه. رقم 5، الميزان العاطفي في العلاقات. قبل ما ترد على أي حد اسأل نفسك إيه هو الهدف من الرد ده. هل هدفي إني أنتصر وأثبت إني صح، ولا هدفي إني أبني العلاقة؟ الذكاء العاطفي بيخليك تضحي بالانتصار الصغير المزيف في سبيل المكسب الكبير الدايم. الوعي هو إنك تكون استراتيجي في مشاعرك، ما تبقاش كتاب مفتوح لأي حد عايز يتسلى بأعصابك. القوة هي إنك تملك حق الرد وتختار إنك ما تردش أساساً. بص يا ريس، الذكاء العاطفي مش معناه إنك تبقى طيب زيادة عن اللزوم أو سلبي زيادة عن اللزوم، بالعكس ده هو قمة القوة. الشخص اللي بيتحكم في مشاعره هو شخص يصعب هزيمته، لأن مفاتيح سعادته وهدوءه في جيبه، مش في إيد مديره ولا في إيد شريك حياته ولا السوشيال ميديا. الوعي العاطفي هو اللي بيخليك تقرأ الناس وتعرف إمتى تقرب وإمتى تبعد وإمتى تدي وإمتى توقف. ده الذكاء الاجتماعي اللي بيفتح لك أبواب كانت مقفولة بالضبة والمفتاح. الذكاء العاطفي هو كمان رحمة بنفسك. لما بتتعلم تسامح نفسك على غلطات الماضي وتدير صوت النقد الداخلي اللي بيجلدك، انت كده بتبني حصانة نفسية ضد الاكتئاب واليأس. الوعي هو انك تكون صديق لنفسك مش جلاد. في عصر الضغط النفسي اللي احنا فيه، الذكاء العاطفي هو طوق النجاة، هو اللي بيخليك تقوم من الصدمات وانت لسه عندك القدرة انك تحب وتحلم وتشتغل. انت مش مجرد كيس رملة الصدمات بتخبط فيه، انت كرة تنس كل ما تتخبط في الارض بتطلع لفوق اعلى. في النهاية افتكر ان العقل العاطفي اسرع بكتير من العقل المنطقي، وعشان كده هو محتاج تدريب يومي. مفيش حد بيصحى بطل في الذكاء العاطفي، دي عضلة بتبنيها مع كل موقف بتختار فيه انك تتنفس قبل ما تنفجر. الوعي هنا هو انك تدرك ان كل انفعال هو فرصة للتعلم. لو فشلت المرة دي وفقدت اعصابك اسأل نفسك ليه واستعد للمرة اللي جاية. ده الطريق اللي هنمشيه يا ريس عشان نوصل للسيادة على المملكة الداخلية بتاعتنا. لما تملك نفسك العالم كله هيبقى ملكك يا ريس. مشاعرك هي الألوان اللي بترسم بيها لوحة حياتك. ما تخليش حد غيرك يمسك الفرشة. اتعلم تفهم قلبك عشان عقلك يعرف يقود بوضوح. الوعي بالذات هو أول خطوة في طريق الحرية. افهم مشاعرك، سيطر على أفعالك، وعيش بوعي. أنا محمد الريس، ريموت حياتك في إيدك، ما تسلمهوش لحد. أشوفكم الحلقة الجاية في رحلة جديدة. سلام.